زي طعم الجبنه المش بالظبط. هو جبنه مش، انما بيتزا لا ده مش. بس هو بقى لما يكتب لك بطعم المش ويكون صريح معاك، هو قال لك ايه؟ قال لك ده بطعم البيتزا، فانت تروح تفتح تلاقي جبنه كده، تيجي تدوق تلاقيها مش. بس للامانه المش بتاعهم ملحه مظبوط. اول منتج معانا بقى النهارده من شركه دومتي، دومتي بطعم البسطرمه. بصوا الشركات بقت تستسهل، وبتستسهل ازاي؟ ما بتحطش يعني دوت، ما بتحطش فيه بسطرمه. زمان كان بيبقى فيه بطعم السوسيس، بلاقي حته السوسيس محطوط. دلوقتي بقى بيقول لك بطعم الجبنه الكريمي اللي بطعم البسطرمه. نفتح بقى تاني ونجرب وندوق ويا رب يعني الجبنه الكريمي دي ما تبقاش مشكله. او ما شاء الله فتحناه، عامل زي اي رغيف فينو عادي، بس تحس انه مبطط بتاع مدارس، تحس انه فيه زي شمر او حاجه عليه. المهم الطعم. المهم قسمناه اهو، وده شكل الجبنه من جوه. ندوق بقى ويا رب تطلع حاجه حلوه. بسم الله. ايه ده يا عم؟ هو اولا ريحته سندوتش عيش بايت في شنطه مدرسه، ده اولا ده ريحته. بالنسبه لطعمه ماشي، البسطرمه فيه من وانت بتفتح الكيس بتشم، تحس ان انت شم ريحه بسطرمه بتاكله. طعم الجبنه اللي فيه مش عامل زي الجبنه الصفراء، طعم الجبنه الصفراء بس بتدوق فيها طعم الجبنه الصفراء، حتى مش لا لا لا، ما جيبوش تاني بطعم البسطرمه، حرام عليك ورق. 3 من 10 ما انصحش حد يجيبه خالص. ايه ده انت لو حطيت حتت بسطرمه كان طعمه بقى احلى يا راجل. طعم الجبنه كريمي وكل حاجه ومظبوطه، بس لا. ويلا بينا على المنتج التاني. المنتج بقى التاني معانا برضك من شركه دومتي، هو اللي بطعم البيتزا. هل طعم البيتزا برضو بطعم الجبنه الكريمي بطعم البيتزا؟ نفتح ونجرب وندوق يا رب تطلع حاجه حلوه. ايه ده؟ ده شكله مش عارف فيه. هو ريحته بيتزا، ده شكله. ندوق بقى يا رب بس تطلع حاجه كويسه. ده شكل البيتزا من جوه، بس شكل الجبنه دي افضل من شكل الجبنه التانيه. ريحتها حتى حلوه. مندوق يا بسم الله يا رب يطلع بس حاجه كويسه. ده احلى بكتير كتير. عامل بالظبط زي طعم الجبنه المش بالظبط. هو جبنه مش، انما بيتزا لا ده مش. بس هو بقى لما يكتب لك بطعم المش ويكون صريح معاك، هو قال لك ايه؟ قال لك ده بطعم البيتزا، فانت تروح تفتح تلاقي جبنه كده، تيجي تدوق تلاقيها مش. بس للامانه المش بتاعهم ملحه مظبوط بامان طبعا. برضه 8 10 جنيه برضه تقييمه، بس ده احلى من اللي فات يعني. ده مش هديله 3 من 10 مستحيل، هديله 4 من 10 بجد. بجد يستاهل 4 من 10. هو من تقدم لتقدم لشركه دومتي، واعمل لنا حاجات افضل ان شاء الله. يلا بينا على المنتج الثالث. المنتج الثالث معانا النهارده بطعم السي فود، مش بس المدخن. يلا نفتح ونجرب وندوق. طبعا ب 10 جنيه برضه، فنفتح بقى ونشوف هل يستاهل. طبعا هو مش هنلاقي سي فود مدخن، مش هنلاقي حتت سي فود، لا ده احنا بالجبنه برضه. بس هو كلمه سي فود دي اللي هي ايه؟ عشان لما تاكل جبنه طعمها غريب ما تبقى مبسوط. فتحنا. ايه ده؟ ده ريحته زفاره سمك فعلا. على فكره شركه دومتي احلى حاجه فيها ان هم فعلا حاطين الريحه اللي تميز المنتج اللي انت بتدوقه. فعلا ريحته زفاره سمك. تعالى بقى، هل طعمها من ريحته يا جدعان؟ تمام. ده شكل السندوتش ماشي. برضو 10 جنيه رغيف اهو، مش عادي يعني. هو احلى حاجه والاميز حاجه هم عملوها شكل الكيس. شكل الكيس رائع، مصروف فيه. المهم يلا ندوق. نقسمه الاول. انا بحب الراجل ما بحبش السمك، فتخيل تقييمه هيبقى ليه عن جبنه بطعم السمك. ريحته زي ريحه زفاره السمك بالظبط بالظبط. يلا ندوق. ليه ادوق طيب؟ بعدين الجبنه اللي فيه ناشفه يعني، لو فتحتها كده حضرتك هتشوفوها جبنه مش سايحه. جبنه سطر جبنه يعني مش سايحه. ف يلا بس ندوق ويطلع حاجه كويسه ان شاء الله. والى اللقاء في فيديوهات افضل. يا 1 minute. يلا باين على وشي تقييم 0. طعمه وحش جدا جدا، ما انصحش اي حد يجيب المنتجات الثلاثه دول. بصوا في فرق من لما نعمل منتج
يشد الناس تشتريه فتفضل تكمل في شراء، وان احنا نعمل منتج ننزله في السوق فالناس تستغرب منه فتشتريه فيخلص المنتج اللي عندنا وما نعملوش تاني. هو ده بالظبط اللي عملته شركه دومتي. عملت 4 اطعام اول ما يخلص الانتاج منهم مش هتعملهم تاني. حاجه استغفر الله العظيم. طعم الجبنه المستخدمه اللي بيتعمل بيها الاطعام نفسها فيها مشكله. بتاعت السمك فعلا زفاره سمك، ريحه وطعم مستحيل اقدمه لعيل صغير، مستحيل ادفع فيه 10 جنيه. يلا نخش على الحسنه الوحيده اللي ممكن تكون عملته في ال4 منتجات دول. ده بطعم تشيز كيك فراوله ان شاء الله، لان ده اكيد مش هيحط لي جبنه، اكيد مش هيحط لي جبنه، اكيد هيحط لي تشيز كيك فراوله، صح يا فراوله انما مش جبنه، صح كده؟ يلا نفتح ونجرب وندوق. هنفتح ونجرب وندوق. يا بس بفتحها بس كده بشامم ريحه فراوله، ريحه زبادو، ريحه زبادي فراوله. وملاحظ ان كل روايح المنتجات ال4 حلوه، يعني كل واحده بتبين ريحه الحاجه اللي انت فاتحها. السمك سي فود فتحت شميت ريحه زفاره السمك. بسطرمه شميت ريحه بسطرمه، اي نعم ما اكلتش بسطرمه ولا قربت منها بس شميت ريحه. بالنسبه للي هو التاني ده اسمه البيتزا، فتحتها وشميت ريحه بيتزا، انما دقت ايه استغفر الله العظيم، بس كلت ايه شميت ايه بيتزا. تمام يلا بقى نشوف ده كمان ان شاء الله يطلع حاجه حلوه. يا سلام بص الوحيد اللي فيهم شكله حلو. بص يا يلا بسم الله ندوق يا رب، بس مش بعد كل ده يطلع حاجه صدمه. اولا المربى مع اول قطمه من هنا كتيره طعمها واضح، حتى تحس ان طعم العيش نفسه مختلف. ممكن يكون نفس العيش المعمول بيه الباقيين بس الطعم هنا مبين، طعم حتى اللقمه اللي احنا بناكلها طعم الفراوله باين، حتى لو هو مش طعم تشيز كيك اكتر ما هو طعم الفراوله، لا بس هو طعم تشيز كيك كمان، ومش باين فيه طعم يعني اكتر من انك بتاكل بالمربى عادي. طعمها حلو يستاهل 9 من 10. فدي فعلا احلى ديزرت في اوحش مطعم دخلته، اللي هو مطعم من بره مكتوب عليه دومتي. ايه ليه مقبلات بطعم البسطرمه طعمها زي زفت، بعد كده تقوم حاطط لي بيتزايه مش معروف هي بطعم ايه، بعد كده تقدم لي طبق سي فود يعني عايز ضرب النار، بعد كده تقدم لي التحليه، احلى تحليه في اكل دي ولا دي. المهم زي ما قلنا ده يستاهل معايا 9 من 10. منتج جامد، ده اللي يستاهل 10 جنيه. يعني لو انت معاك 10 جنيه وحبيت تجيب اي واحد من الاربعه دول جيب ده، هو الوحيد اللي يستاهل يتاكل. التقييم النهائي بقى معانا في الفيديو. يا شركه لما تكون في شركه محترمه وتنزل شويه المنتجات دول بيبقوا بيضعفوا من الشركه، مش ان احنا ننزل منتجات جديده وخلاص لا، نزل منتج جديد بس متعوب عليه متفكر فيه صح، اعمل حاجه حلوه وبتضرب مش فكره غريبه، بس الاول لازم تتعمل وتداق وتدرس. ما تنزلش اي حاجه وبعد كده الناس كده هتجيب، ولو ما مشيتش مع الناس هنطير. لا فكروا شويه هتعملوا حاجه تثبت وتبقى. احنا كده خلصنا الفيديو. الشير واللايك والسبسكرايب، استنونا في فيديو جديد من فيديوهات قناتنا. سلام.